رمضان خلص. وخليني اقولك حاجة ممكن تضايقك شوية. في ناس طلعت من رمضان مغفور ليها، وفي ناس طلعت ولا اكن رمضان جه عليها اصلا. السؤال، انت مين فيهم؟ خليها صريحة. المشكلة مش في الوقت، ولا في الظروف، ولا في الشغل. المشكلة انك اخترت انك تمسك الموبايل اكتر ما بتمسك المصحف. اخترت انك تسهر على مسلسلات اكتر ما بتسهر عشان تصلي ركعتين ولا حاجة. اخترت تضييع الوقت وانت عارف ان رمضان مش بيتعوض. وربنا قال لعلكم تتقون، يعني رمضان كان فرصة علشان نتوب ونرجع، مش علشان نضيعه. تخيل كده، واحد دخل الامتحان قدام ورقة الامتحان، عارف الإجابات، كل حاجة مهيئة ليه، ولكن هو قرر يلعب في وقت الامتحان، وفي الآخر سقط وزعل. ده بالظبط اللي حصل في رمضان. احنا، أنا وانت، كان قدامنا الوقت، بس احنا قررنا نلعب، ولما رمضان خلص زعلنا. احنا ما عملناش حاجة في رمضان. بس استنى، لأن اللي جاي أهم من اللي فات. الندم، الوجع اللي جوانا ده مش وحش، ده شيء طبيعي جدا، تدل على فطرتنا السليمة نوعا ما. ربنا عز وجل قال: لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا موجود، الباب مفتوح، ولسه فيه فرصة نبدأ من أول وجديد. بس بقى أكبر غلطة أنت ممكن تعملها أو أنا ممكن أعملها دلوقتي إن إحنا نقول خلاص هنعوض في رمضان الجاي. لأ، مين قالك إن إحنا هنعيشه؟ مين قالك إن إحنا هنوصل له؟ ابدأ دلوقتي من الثانية ده، اهي ما تفكرش. ابدأ صغير صغير قوي، ابدأ بآية. ابدأ صلح علاقتك الأول بالصلاة، أهم حاجة. وبعد كده نبدأ نتدرج في باقي العبادات، نبدأ بآية نتدبرها نعمل بها، وهكذا. ونبدأ مثلا إن إحنا نصلي في التهجد، مثلا إن إحنا نصلي وتر حتى لو ركعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى السر فين؟ في الاستمرارية، في المداومة. تمام. ولو الكلام ده وجعك يا صديقي، ما تزعلش مني. الكلام دوت والله كلنا بنقوله لنفسنا، من الراجل اللي خلص 20 30 ختمة، للي قرأ ختمة، للي ما قرأش خالص، كله بيندم. ولكن طبعا فرق ندم عن ندم. فيا صديقي، الكلام ده والله محزن جدا والله. رمضان أصلا تقريبا ما شفتوش، متى جاء وأين ذهب والله لا أعلم. فيعني هون على نفسك شوية، ولكن مع انك تبدأ، مش تهون على نفسك ولسه قاعدين. الكلام ده لو وجعك يا صديقي، فاعلم ان فيك خير كثير ان شاء الله، ونقدر نحول الخير دهوت لعمل يرفعنا به درجات. وان ممكن تقصيرنا في رمضان ده هي بداية، هي هدوء ما قبل العاصفة، ان احنا نقوم وخلاص ونور الله عز وجل مننا خيرا. تمام. فابعتوا لاصحابك كلهم، وابعتوا في كل حتة عشان الناس كلها تشوفه، والناس كلها تبدأ من اول وجديد. اللي قصر يبدأ، واللي كان شادد حلو قوي في رمضان يشكر الله على هذه النعمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا. تمام. فيعني وهنا وصلت لاخر هذه يعني ايه الصفعة لنا كلنا والله. فما تزعلش مني يا صديقي، والله كله بيقول لنفسه كده. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.